اسامح حد اذاني. الحقيقه الموضوع ده مش سهل ابدا. فكره ان اسامح حد وجعني مش بسهوله، مش اللي هو هصحى الصبح ويلا بينا نوزع حب وتسامح والدنيا خير. الموضوع مش سهل ابدا، بس انا لما فضلت ماسكه في الاذى لقيت اللي وجعني نايم ومرتاح، وانا اللي صاحبه القصه متدمره. فبدأت أفكر، أنا ليه أسيب نفسي للوجع وهو بالنسبة له الموضوع عادي؟ المسامحة هنا مش إنك تقول خلاص حصل خير، لأ، المسامحة هنا إنك تقول حصل اتوجعت، بس أنا مش هسيب الوجع يدوس عليا وأنا ساكت. باختصار، أنا بسامح مش عشان هو يستاهل، أنا بسامح عشان أنا أستاهل أرتاح. وساعات كتير بنسامح ونمشي، وساعات كتير بنسامح وبنتعلم إننا ما نقربش تاني، بس المهم إني معيش باقي حياتي في دور الضحية. المسامحة مش بتغير اللي حصل، بس بتغير إزاي أنا هكمل بعده، وده في حد ذاته قوة. وعلى فكرة، أنا مش ضعيفة، أنا بعدي عشان أريح دماغي وأكمل طريقي من غير ما كل خطوة تكون تقيلة عليا وعلق قلبي في اللي وجعني. دي كانت كلمة من القلب، جرب تسمعها بقلبك المرة دي.